السلام عليكم. غنتكلموا في هذا الفيديو على اخر اخبار فريق الوداد الرياضي والانتدابات الرسميه اللي قام بها الفريق والاسماء اللي كتروج بالقرب من مركب بن جلون، اضافه الى اللاعبين اللي غادي يغادروا النادي الاحمر بعد انتهاء العقود ديالهم. بقاو معنا حتى الاخر باش تعرفوا جميع التفاصيل. غنبداو اخبار الوداد باستئناف التدريب استعدادا لمباراه نصف نهائي كاس العرش واللي غتجمعوا بالغريم فريق الرجاء الرياضي في الديربي اللي غادي يكون مباراه الموسم بالنسبه للطرفين، بحكم انه اللقب الوحيد المتبقي للمنافسه عليه هذا الموسم. ودخل الفريق الاحمر في معسكر مغلق يوم الاثنين استعدادا لهذه المباراه في احسن الظروف. اما ثاني اخبار القلعه الحمراء هو رحيل المدرب المساعد بن هاشم اللي غادر النادي بعد صراع مع المدرب الاول للفريق فاندر بروك، وكيرجع الكثير من وسائل الاعلام ان سبب هذا الصراع هو مدة عطلة العيد اللي منحها المدرب للفريق، بحيث ان بن هاشم طالب المدرب تقليص هذه المدة للعودة للاستعداد لمباراة الديربي. وكما سبق وذكرت في فيديو سابق ان اول اسباب ضياع الالقاب هذا الموسم على الوداد هو اختيار المناسب للمدرب ومنحه جميع الصلاحيات لاختيار الطاقم التقني اللي غادي يخدم معاه وحتى الوقوف ديالو على جميع الانتدابات، وهذا الشيء اللي كنشوفوه في اغلب الفرق العالمية المحترفة. وكاينه اخبار كتقول ان بديل بن هاشم غادي يكون هو اللاعب السابق للفريق والمدرب محمد مديحي. واكدت عده وسائل اعلام وطنيه ان مباراه الديربي غتكون اخر مباراه للمدرب البلجيكي سفين فاندر بروك، وذكرت انه توصل اتفاق مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، واكيد ان الرئيس النادي كيتسنى نتيجه مباراه الديربي باش يحدد موقفه من بقاء او مغادره المدرب. اما الاسماء المطروحه باش تعوضوا كيبقى ابرزها طارق سكيتيوي اللي ولا مطلب ديال الجماهير الوداديه، واللي قالت بعض المنابر الصحفيه انه عنده شروط من اجل تدريب الوداد، من بين هذه الشروط اللي ذكرت عقد لمده موسمين واختيار الطاقم التقني بنفسه والقيام كذلك بالانتدابات اللي غتساعده في الموسم المقبل. ومن بين الاسماء المطروحه كذلك المدرب السابق للفريق التونسي فوزي البنزرتي والمصري طارق مصطفى مدرب اولمبيك اسفي سابقا. والان غنتحدثوا على الاسماء الرسميه اللي سينات مع الفريق الاحمر، وغنبداو بالحارس مهدي مفتاح اللي انتقل للوداد بصفه لاعب حر بعد انتهاء العقد ديالو مع فريق مولوديه وجده. كيبلغ اللاعب 29 سنه وحقق هذا الموسم 9 ديال الكلين شيت في اللي ساهمات في بقاء المولوديه في القسم الاول. اما ثاني صفقات الوداد هو اللاعب كريم ايت محمد اللي انتقل بدوره بصفه لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريق حسنيه اكادير، وكيشغل لاعب مركز صانع العاب وكيبلغ 23 سنه وكيمتلك مؤهلات تقنيه محترمه بحيث كيفضل استلام الكره في وسط الميدان الدفاعي وكيساعد في كل عمليات البناء من الخلف، وكيمتاز بالتمريرات الارضيه الدقيقه وايضا التمريرات الطوليه الجيده اللي كتمكن من خلق الفرص. اما سلبيات اللاعب فراه معروف بمشاكله الكثيره بحيث كاين موقف اكثر من نصف موسم بعد عده مشاكل مع المدرب. وبالنسبه للصفقه الثالثه للوداد هذا الميركاتو كتعلق باللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي اللي وقع مع الوداد الامه عقد الكتروني لمده 3 سنوات. اللاعب اللي سبق ولعب مع شبيبه القبائل الجزائري والترجي التونسي، واستقدم الوداد شتي بعد فسخ العقد اللي كان كيربطو بنادي اونجي الفرنسي، وكيشغل اللاعب الجزائري مركز ظهير ايسر وكيبلغ 29 سنه. وخرج الدولي الجزائري في تصريح عبر فيه على السعاده ديالو بالتوقيع مع عائله الوداد، كيتمنى انه يكون فعل الخير على الفريق، وشكر الرئيس سعيد الناصري اللي دار فيه الثقه. والان غنطرقوا للاسماء اللي في مفاوضات مع الوداد الرياضي، لعل ابرزها كيبقى اللاعب السابق للفريق والدولي المغربي ايوب الكعبي اللي انتهى العقد اللي كان كيجمعه بفريق السد القطري، ودخل الرئيس في مفاوضات مع اللاعب ونقدروا نشوفوه في الايام القليله المقبله ضمن لائحه الوداد. ومن بين الاسماء اللي ربطات الصحافه الوطنيه الاسم ديالو بالوداد منتصر الحتيمي اللي مطروح على طاوله الرئيس، بالاضافه الى اللاعب الايفواري ابراهيم واتارا صاحب 21 سنه واللي كان كيمارس الموسم الماضي في الدوري السويسري، ومشى منتصف هذا الموسم لراسين كلوب الايفواري واستطاع يسجل 13 هدف في 6 اشهر. وتنقل بعض مسؤولي الوداد الى سويسرا من اجل حسم صفقه اللاعب بحكم ان العقد ديالو مازال ساري مع فريق سياتل السويسري، اضافه الى اللاعب شبيب المحمديه عسال وبوشتا اللي وافقوا على الانتقال الى الفريق الاحمر. والان غنهضروا على اللاعبين اللي غادي يغادروا الوداد هذا الموسم، وغنبداو بالحارس رضا التكناوتي اللي مؤكد غادي يغادر الفريق بعد ما خدا ليه الموطئه الرسميه مع الفريق، واللي عنده عروض من الدوريات الخليجيه وحتى الدرجه الثانيه في فرنسا. ثاني المغادرين هو الظهير الايسر يحيى عطيه الله اللي برز بشكل كبير هذا الموسم وارتفعت القيمه السوقيه ديالو وتلقى عده عروض من فرنسا واسبانيا، شيء اللي اكد الرحيل عطيه الله هو التوقيع مع الياس شتي. اما ثالث المغادرين هو ايمن الحسوني اللي وقع عقد مبدئي مع الدحيل القطري قبل نهايه الموسم، اضافه الى مغادره المهاجم سامبو اللي بدوره عنده
عروض من الدوري الاماراتي، وانتهت عقود كل من ايوب العملود وجلال الداودي ورضا الجعدي في انتظار التجديد او الرحيل عن الفريق، بينما سيغادر اللاعب حميد احداد النادي بعد المستوى الهزيل اللي قدمه هذا الموسم وعنده عروض من بركان واسفي. اما بالنسبه للعميدي يحيى جبران راه كل جماهير الوداديه كتضغط على الرئيس من اجل التمديد للاعب بحكم انه قيمه ثابته داخل الفريق وكيبقى من ابرز الركائز. اخوان شكرا على المشاهده، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم الى عجبكم الفيديو. تهلاو.